السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وحال. اللهم امين. النهاردة بقى يا حبايبي كده بشارككم يومي الرمضاني، ببدأه ازاي وعامل ازاي عشان ناخد افكار من بعض، واي حد بيتفرج على الفيديو ممكن ياخد فكرة مني. مثلا عايزة تعملي فطار، تاخدي فكرة مني. انا برضو لما بحب ان انا اعمل فطار مختلف او حاجة جديدة، بخش يا بنات برضو اتفرج على الفيديوهات، كلنا بناخد افكار من بعض. وبنشوفها يا بنات. صحيت بدري، روقت الشقة، شفطت التراب كده بالمكنسة، ولمعت كده الإزاز والسفرة والحاجات اللي هي عايزة تتلمع لمعتها. وكنت طبعا مطلعة بقى الحاجات من الفريزر من الصبح بدري عشان تفك. مع ما فكت بقى يا بنات، كنت أنا خلاص ظبطت الشقة وبخرتها وصليت الحمد لله. وروقت الأوض يا بنات، والحمد لله يا بنات في ساعة كنت مخلصة كل حاجة ورايا في الشقة. الأوض بقى والغسيل ونشرت وظبطت الحاجات اللي في الشقة كلها، الحاجات اللي عايزة تخلص. زي ما قلت لكم معمل أكل طلعته من الفريزر. بس بقى يا بنات، دخلت بقى على أوضة النوم كده، سويت السرير وظبطت الملاية والحاجات اللي كانت عايزة تترص رصتها، الشنط بتاعتي نفضتها من التراب. وظبطت الحاجات اللي عايزة تترتب وخلصت التسريحة. برضو ظبطت فيها شوية حاجات لأن كانت مطربة، حاولت ان انا امسح التراب كله والمع الازاز. بس بقى يا بنات دخلت على المطبخ، كنت عايزة اعمل اكل في سريع وفي نفس الوقت منجز. فطلعت كده كان عندي لحم مفرومة، قلت هعمل كفتة الحاتي يا بنات، وهعمل معاها صينية جلاش، وهعمل معاها شوية رز بسمتي. والعصير بقى ان شاء الله كنت عايزة اعمل صوبيا وتمر. والحلو ان شاء الله هعمل قطايف، فكنت مرتبه الحاجات دي كلها من الليله اللي قبليها. فكنت عارفه هعمل ايه، يعني انا صاحيه عارفه ايه يا بنات. كنت بعمل الكفته كده، كنت فرمت بصلايه كبيره، نزلت عليها بقى باللحمه والتوابل بتاعتي. التوابل اللي انت بتحبيها حطيها، بس اهم حاجه الفلفل الاسود والبهارات اللحمه. هنا كنت جايبه برضه يا بنات توابل الكفته، وبحط برضو معلقة صغيرة بيكنج باودر علشان الكفتة تبقى معايا يعني منفوخة كده ومن جوه جوسي، وتبقى حلوة يا بنات. هنا بقى حطيتها في الكبة كده، فرمتها فرمة حلوة وطلعتها تتسمخ كده يا بنات. حطيتها في الفريزر شوية بحيث اللي هي تدبل شوية كده تتسمخ، وبعدين صبعتها بقى يا بنات. جبت كده عندي اي حاجة، مقوار او اي بقى يا بنات. السيخ اللي هو بيبقى جاي مع البوتاجاز اللي هو بتاع الكفتة برضو بيبقى حلو، لان هو بيخلي الكفتة كده، يعني الفراغ اللي جوه ده يا بنات بيخليها حلوة وبيخليها جوسي مش مكتومة. فلو مش عندك اعملي بأي حاجة مثلا تبقى عريضة شوية، ما تكونش رفيعة يا بنات، تبقى عريضة علشان تسيب فراغ في الكفتة من جوه، بحيث اللي هي زي ما قلتلكوا تبقى جوسي كده وتبقى حلوة يا بنات، ما تبقاش مكتومة. هنا عملت بقى الكمية اللي عندي، النص كيلو عمل لي 10 صوابع، كانوا حلوة قوي على قدينا. عملت معاهم بقى يا بنات كوبايتين رز بسمتي، لان انا بحب الكفته معاها الرز بسمتي. وعملت برضه يا بنات صينيه جلاش برضه خفيفه، كانت حلوه قوي يا بنات برضه. هو اكل كله نواشف كده يا بنات وسريع كده ومنجز. لان طبعا احنا زهقنا اول اسبوع رمضان ده بناكل فيه كل حاجه بقى، المحاشي والمكرونه البشاميل وكل حاجه يا بنات. تحس ان احنا زهقانين، بنيجي على سادس سابع يوم كده خلاص احنا عايزين بقى ايه، ناكل حاجه سريعه ومنجزه. الحمد لله بجد الاكل طلع حلو قوي وخفيف وسريع يا بنات. دخلت بقى يا بنات على الحلو. هنا كنت عايزه اعمل قطايف، حاجه حلوه برضو يا بنات وسريعه. هنا القطايف انا كنت عايزه اعملها محشيه مكسرات وكده، وهعمل النص التاني محشي مثلا كريم شانتيه، نوتيلا، اي حاجه عندك بقى حشوات بتحبيها اعمليها. هنا كان عندي شويه مكسرات حطيتهم مع جوز الهند بقى يا بنات، مع زبيب. اي مكسرات عندك يا بنات هحطيها، سوداني بقى اي حاجه. بس بقى وكان عندي صوبيا برضو، عملت عصير صوبيا. وكان عندي تمر من اليوم اللي قبليه، فقلت بقى ايه اعمل صوبيا وتمر. حاجه برضو كده يا بنات سريعه.
ومش بتاخد وقت. خلّصت بقى الحمد لله الأكل قبل الفطار بقى يا بنات، كانت بقى نُص ساعة كده قُلت خلاص أشطّب فيهم المطبخ. طبعًا قُمت عملت المطبخ بقى يا بنات شطّبته كده. صراحة كنت باحاول إن أنا أنجز كل حاجة قبل الفطار، لإن إحنا عارفين بعد الفطار خلاص بقى تحسّي كده بخمول وكسل وإن أنتِ كسّلتِ مش قادرة تقومي تعملي حاجة، فأنا كنت باحاول على قد ما أقدر يا بنات أخلّص كل حاجة ورايا قبل الفطار، لإن الواحد يبقى صايم كده بيبقى نشيط. أنا بالنسبة لي والله الصيام وقلة الأكل بتخلّيني نشيطة وإن أنا أعمل حاجات كتير. أول ما باكل بقى بعد الفطار وبنتقِّل بقى ومع الحلويات مع العصاير، خلاص أنتِ كسّلتِ مش قادرة تقومي تعملي حاجة. بس وكان عندي بقى شوية مواعين متبقيين من مطرح الأكل عملتهم برضه يا بنات ولمّعت كده الحوض عندي. الحمد لله المطبخ كان نضيف وكان بيلمع. كنت مخلّصة الأكل وكنت عملت العصير والحلو وغسلت المواعين وخلّصت كل حاجة. صراحة اللي بينجزني الصحيان بدري يا بنات، يعني أنا باحاول أصحى مثلًا قبل الضهر كده على الساعة 10 حلو أوي يا بنات، بتكوني خلّصتِ كل حاجة ومعاكِ وقت كمان فايض تعملي فيه اللي أنتِ عايزاه. لكن بقى هتزنقي نفسِك وتصحي بعد الضهر، هو أصلًا يعني المغرب في الشتا بييجي بسرعة، يعني 5 ساعات دُولة مش بتلحقي تعملي فيهم أكل وتروّقي، لو معاكِ بيبي برضه الوقت بيبقى مزنوق. فأحسن حاجة الصحيان بدري. بس يا بنات أنا كنت خلّصت بقى الحمد لله بس بقى يا بنات وفطرنا. هنا بقى كان بعد الفطار قعدت بقى عملت قهوة وقعدت أتفرّج على المسلسلات وكده اليوم خلص وباي